الشباب المحترمين جدا خلف الكواليس اكثر من يمكن 40 او 50 شخص، كلهم شباب في العقد ال20 وال30. هدفهم كان هدف طيب اتعرض عليا، ان هم عايزين يظهروا في السوشيال وفي الاعلام باخبار صح. لان احنا في الفترة اللي فاتت دي كل الافكار اللي بنشوفها على السوشيال وعلى الاعلام للاسف بنشوف لوجهات كبيرة جدا في مجال الاعلام، ولكن تحتيها عناوين ما ينفعش ان احنا نشوفها. انت شوجري حديدة اخر واحد اللي كان طالع ما شاء الله منور الشاشة. كل الافكار دي لما شفناها وعرضوا ان احنا نعمل مهرجان لتكريم شخصية العام، وبعد السي في بتاعهم المشرف اللي بقاله فترة قريبة بينزل اخبار وبيتناول كل حاجة بمهنية وحرفية، تأكدنا 100% ان الشباب دول وراهم فكرة لازم ندعمها. وهو ده اللي احنا بدأناه النهاردة في فكرة مهرجان شخصية العام. انا بحييهم جدا الشباب الجميل، اسقف لهم بعد اذنكم سقفة حلوة بس. طبعا يعني التعريض ده كله ان شاء الله يعني مفاجأة غير متوقعة طبعا، بس يعني محدش يعمل العمايل دي غير انتوا، يعني غربية لازم هم يعملوا الكلام ده. ايه كل ده بقى؟ بما ان حضرتك كنت الداعم الاول لينا في تاسيس شركه الغربيه السنه اللي فاتت، وكنت من اول الداعمين لينا في مهرجان شخصيه العام في نسخته الاولى، فاحنا قررنا ان احنا ندعي حضرتك السنه دي بشكل مختلف جدا لحضور مهرجان شخصيه العام في نسخته الثانيه الافضل بالغربيه. مفاجأة يعني ما كنتش اتوقعها خالص، بس لازم اعرف مين اللي رتب الليلة دي معاكوا. لا ده سر بقى مش هقول لحضرتك عليه. شكرا لله اللي فات زي ما انتوا كنتوا على الطرف كلها.